طيب مبدئيا يعني هو الفيديو ده مفيش فيه اي تحليل او تكتيك يخص ماتش ريال مدريد واكس امستردام خالص، عشان انت لو داخل يعني ايه فاكر ان انت هتتفرج على تحليل او تكتيك بقى واقول لك سولاري كان بيلعب ازاي النهارده وطريقه لعبه كده، فاحب اقول لك ما تكملش الفيديو، لان الفيديو ده مفيش فيه اي حاجه من الكلام ده. انما الفيديو ده هو يعني محاوله يعني ايه تعبير من واحد مدريدي بقى طهق بقى خلاص وزهق ووضع بقى صعب، بقى صعب قوي يعني مش عارف مش عارف اقول ايه، بس هو كل اللي اقدر اقوله يعني ان ايه، هو كان الطبيعي جدا انك هتنهار بقى. انا يعني انا اي حد مدريدي بيفهم، او حتى مش مدريدي، اي حد يعني عنده ب2 جنيه كوره كده هيقول لك انك مش هتفضل بطل اوروبا طول العمر. يعني لا، يعني هو يعني البطوله دي بيتنافس فيها بس يعني من دور المجموعات تقريبا 32 فريق، دور المجموعات بس غير الادوار التمهيديه. فانت مش من وسط كل الفرق دي هتفضل طول عمرك انت البطل بس، اكيد كان هيجي عليك يوم وهتقع وحد تاني هيطلع يبقى البطل. ده كلام واقعي جدا وجميل، حتى لو كنت كسبت البطوله السنه دي والسنه اللي جايه ولحد يا سيدي 2025 ما كان هيجي بطل تاني بعدها. ده كلام واقعي، ده مفيش فيه نقاش. فانت مش هتفضل طول عمرك البطل، انا معاك في ده. مش هتفضل طول عمرك تكسب كبار اوروبا. يعني انت الموسم اللي فات كسبت باريس في البارك برنسس، واليوفي في تورينو، والبايرن في الاليانز ارينا وبروسيا هناك، فماشي ده كلام جميل برضه. مش هتفضل طول عمرك تعمل كده، انا معاك في كل ده. بس ليه بقى يعني هو ليه احنا الفرقه الوحيده دون عن كل فرق العالم في كل القارات بنعمل ماتش عالي قوي بره ارضنا، والنتيجه تخدمنا بره ارضنا نيجي نبوظها في ارضنا؟ يعني انا نفسي افهم. يعني انت لو جيت تبص مثلا على الموسم اللي فات، كل الماتشات تقريبا اللي لعبناها هتلاقينا كنا بنلعب على بره ارضنا احسن من لعبنا على ارضنا. يعني لو جيت تبص مثلا ايه من بعد دور ال 16، لو جيت تبص على ماتش باريس هتلاقينا كنا بنعاني عشان نكسب باريس هنا. يعني هم كانوا متقدمين علينا، وبعدين جات لك ضربه جزاء في الدقيقه الاخيره في الشوط الاول، وبعدين كريستيانو جاب جون بالصدفه كده بركبته كده، رحت هناك سبتهم بسهوله قوي، بسهوله جدا في بارك برنسس. برضو ماتش اليوفي سبتهم 3-0 هناك، وجيت خسرت منهم 3-0 في سانتياجو لحد قبل الدقيقه 92 لما جت ركله الجزاء بتاعت مهدي بن عطيه. حتى ماتش البايرن لما كسبناهم هناك 2-1 جيت عانيت معاهم هنا لما خامس سجل جول فينا وعمل كده وبتاع. فاحنا ليه الفرقه الوحيده دول عن فرق العالم كلها اللي بنعمل ماتش عالي قوي ونعمل نتيجه تخدمنا جدا بره ارضنا، وفي ارضنا بنتحول؟ يعني مع ان بيبقى ده الملعب بتاعنا المفروض احنا حافظينه وبنتمرن عليه، عارفين كل حته في الملعب، في 100,000 مشجع بيشجعوك. يعني انت بتتكلم في ايه؟ يعني انت ازاي يعني انت ازاي بتقدر تلعب؟ انت كفريق بتقدر تلعب تحت ضغط وصفارات استهجان وملعب مش متعود عليه بتعمل عليه ماتش عالي قوي، وملعبك انت بتتحول فيه؟ يعني ازاي؟ يعني انا عايزك تقنعني يعني. هو انا ما عنديش مشكله مع الخساره، يعني انا كواحد، لا انا ما عنديش مشكله اخسر عادي، ايه يعني؟ ايه يعني اما تخسر؟ ما عنديش والله العظيم مشكله. بس ما تستسلمش، يعني الاستسلام مش حلو، ما تنهارش قوي كده. الريال بينهار فعلا، الريال من بعد فتره زيدان والريال فعلا بينهار، الريال ما بيرجعش في الماتش. الريال لو اي فرقه من نص، يعني لو بنتكلم على الدوري بس مش دوري الابطال، سيبك من دوري الابطال هنرجع له دلوقتي، لو اي فرقه في الدوري من نص الجدول من اخر الجدول لو اتقدمت عليه الريال ما بيعرفش يرجع، الريال بالكتير بيتعادل لو حصل يعني. اي فرقه بتقدم عليه ما بيعرفش يرجع لها تاني. فدي مشكله، دي مشكله كبيره قوي. انا معاك جدا ان احنا دلوقتي في فتره انتقاليه، انك اما تمشي اسطورتين من النادي، زيدان كلاعب وكمدرب اللي جاب لك 3 تشامبيونز ليج ورا بعض وكاس عالم للانديه ورا بعض وسوبر اوروبي وسوبر اسباني ودوري مع منافسه طويله مع برشلونه، الراجل عمل لك كل حاجه. وبعد ما قعد عندك تقريبا 9 سنين، الهداف التاريخي بتاعك، الهداف التاريخي لدوري الابطال، الهداف التاريخي ال5 دوريات الكبرى والبالون دور 5 مرات، وذا بيست 3 مرات ولا مرتين باين، واللي جاب يورو مع منتخب بلاده. ده كل ده كلام جميل، ده كلام يعني عظيم جدا. فانا يا عم انا عارف جدا انك هتبقى صعب عليك قوي انك بعد رحيل الاتنين دول الفريق يفضل مكمل نفس الريتم. انا متفق معاك جدا انك دلوقتي في فتره انتقاليه بعد رحيل الاتنين من الاساطير بتوعك. بس مش كده، ما هو انت ما تبقاش بطل اوروبا في اخر 3 مواسم وبتنهار قدام اي فرقه كده تقدم عليك. اي فرقه بتقدم عليك بتنهار وعلى ملعبك زي ما شفنا الموسم ده. يعني ليه؟ يعني فين الفكره؟ يعني ايه تبقى بتلعب قدام اياكس اللي هي من وجهه نظري على الاقل
من احسن 4 فرق بتلعب كوره في البطوله لحد دلوقتي على الاقل. بتلعب كوره جميله، بتلعب كوره حلوه، مش عارف هي دي كوره. انا اصلا ما بتفرجش على اياكس يعني، مبدئيا ما بتفرجش على الدوري الهولندي طبعا. وزي ما قلت قبل كده ما شفتلهمش غير ماتش البايرن في دور المجموعات اللي خسر 3، وماتشهم مع الاهلي اللي خسر 1، اللي خسروا 1-0. فانا مش عارف طريقه لعب اياكس بصراحه، ما بتفرجش عليها، مش متابعها، بس شفتها في ماتش البايرن لقيت ان الفرقه دي لا كويسه، بتلعب حلو، هجومها كويس جدا، حكيم زياش، وعندهم برضه نصير مزراوي وديونج اللي كان يعني بيعمل فينا كده. هو لسه ما جاش الدوري الاسباني اصلا، مش عارف لما يجي بقى الموسم الجاي يعمل فينا ايه. بس يعني انا مش عارف. فالفرقه دي انا مش متابع يعني اسلوب لعبها وطريقه لعبها، مش متابعه. فانا مش عارف ده بقى اسلوب لعبها هو حلو قوي كده، ولا احنا عشان احنا دلوقتي اي فريق بيجي خاصه لو على سانتياجو كمان بيلعب علينا كوره وبياكل علينا عيش عادي على مدافعينا وعلى مهاجمينا وكورتوا واقف يعني اي شوطه بجول عليه يعني مش عارف. هو يعني لو انتم متابعين اياكس قولوا لي، هو اياكس فعلا دي طريقه لعبها هي حلوه قوي كده، ولا هي عشان بتلعب ريال مدريد بس؟ يعني انا بقول لك هم كانوا بيلعبوا كوره حلوه من الماتش الاول يعني، لولا بس يعني ممكن يكون سوء التوفيق بس هو اللي خرجهم خسرانين في هان كروف ستاديوم. لكن هم كانوا لعبوا كوره هناك ولعبوا كوره هنا، وده كان متوقع يعني. انا بقلق جدا لما الريال بيعمل نتيجه بره ارضه زي ما قلت، بقلق جدا يعني. اخرها طبعا كان في ماتش برشلونه في ذهاب الكوبا ديل ري، 1-1 وانت راكب الماتش وكنت طرف الاحسن والاهجاز، ورجعت عملت ماتش عالي قوي في سانتياغو وخسرت 3. بعدها ب3 ايام ما جيتش الماتش تقريبا وخسرت 1. في اقل من اسبوع بتودع الكوبا ديل ري، بتقتل المنافسه على الدوري خلاص، بتودع دوري الابطال انت بقالك 3 سنين بطل بتاعه، الثلاثه على ملعبك. جنايه، جنايه والله العظيم، والله العظيم دي اسمها جنايه. اما تبقى بطل اوروبا تودع 3 بطولات في اسبوع على ملعبك، ده انت ما فزتش على ملعبك، انت ما تعادلتش على ملعبك حتى يعني تعادل حتى، ده انت في 3 ماتشات على ملعبك ورا بعض في 3 بطولات مختلفه سجلت جول واحد، جول واحد. يعني انت بتتكلم في ايه؟ فيعني انا نفسي افهم، هو سؤال واحد، ليه احنا الفريق الوحيد اللي في العالم اللي ما بنعرفش نلعب على ملعبنا؟ يعني انا شايف ان بيريز كده كان معاه حق بقى لما باع كريستيانو بقى عشان يجدد الملعب. ما جددوا يمكن الملعب ده معمول له في عمل ولا حاجه، جددوا، ده احنا ما بنعرفش نلعب على الملعب خالص، ده ما فيش. وبعدين سيبك من الملعب كمان بقى، يعني اتكلمنا عن لعيبه ريال مدريد شويه. يعني ايه تبقى معتمد على يعني نادي بحجم النادي الملكي ريال مدريد على لاعبين اسمهم فينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز، لما الاثنين يخرجوا الريال ما عادش موجود خلاص؟ يعني ايه يعني؟ مش فاهم. هم دول الاثنين بتوعك بس؟ بطل اوروبا 3 مرات معتمد على 2 اسمهم فينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز، حصل اي حاجه وخرجوا وما خلاص ما فيش فرقه؟ ما فيش؟ ولا يعني لعيبتنا الجمال بقى يعني انا بحبه مش عايز اتكلم عليه، القائد والليدر والكابيتانو وكل الكلام الجميل سيرجيو راموس اللي خد اللي يعني ايه كان قاصد ياخد انذار في ماتش الذهاب لانه كان ضمن خلاص ان هو هيصعد لدور ال8، فعشان ايه يبدا نضيف بقى كده، انتوا عارفين راموس بقى طبعا، فهو كان عايز يبدا نضيف، اديك لا رايح لا دور 8 ولا دور 16 ولا رايح في حته. يلا يا عم، لو صعدنا يعني ان شاء الله باذن الله يعني كده ان شاء الله، لو نهينا الدوري في اول 4 وصعدنا هتتوقف في اول ماتشين في دور المجموعات السنه الجايه، ده لو صعدنا يعني. لو بالمنظر ده كملنا وصعدنا ما هبطناش الموسم ده. ولا كابتن ناتشو بقى، كابتن ناتشو ما شاء يعني ناتشو ده بقى ده كوميديا الماتش ده، الحته الاخيره اللي يعني ايه السولاري حس ان احنا خلاص بدانا نكتئب بقى، راح منزلنا ناتشو في الاخر عشان يضحكنا شويه، اللي نزل مش عارف يعني نزل سلم على اللعيبه واتطرد، خد الانذارين ومع السلامه يعني. فيعني مش عارف يعني ليه، يعني هو ليه؟ انا كمشجع لريال مدريد عامل ايه الموسم ده؟ خلاص اكتفي في كاس العالم للانديه اللي احنا خدناه في اول السنه، اللي هو بنروح نلعب ماتشين ونجيب بتاع ونيجي نجيب بطوله ونيجي ماتشين. ده العين كان بيلعب كوره علينا على الرغم ان احنا كسبناهم بنتيجه كبيره، ده حسين الشحات ده احنا طالبنا بيه بعد يعني اللمه اللي لمها الراموس دي وكورتوا، مش عارف جه نام عندنا برضه ولا ايه، بس هو يعني العين كانت بتلعب كوره على ريال مدريد في كاس العالم، والفرقه اللي بتطلع في نص النهائي خلاص. يعني انا هطلع الموسم ده بكاس العالم للانديه ماتشين ببطوله، خلاص دي البطوله بتاعتنا، ونخسر السوبر الاوروبي قدام اتلتيكو مدريد، ونطلع من الكاس على ايد برشلونه، ونطلع من منافسه الدوري على ايد برشلونه برضه. يعني انت عندك اصلا خرجت يعني خسرت بطوله على ايد منافسك ايه الغريمي في الديربي، وبطوله على ايد منافسك الغريمي في الكلاسيكو، وخرجت من دور 16 على فريق ما خدش دوري ابطال اوروبا من 93. يعني ما منتهى الاهانه والله. يعني انا كان عندي ماشي يعني ايه اياكس فرقه محترمه وعلى دماغي، بس احنا هنخرج ماشي من دوري الابطال ماشي، نخرج من دوري الابطال، بس نخرج بقى على ايد يعني ايه حد محترم شويه، نخرج على ايد يا سيدي برشلونه
ما عنديش مانع. ليفربول حتى والله يعني ما فيش، بايرن ميونخ، اليوفي، اي حد اخرج عليه خلينا اياكس. مين اياكس ده يا جدعان؟ يعني انا مش عارف والله، يعني ايه نبطل نشجع ريال مدريد بقى خلاص، ولا احنا نشجعه في ماتشات اللي بيلعب بره ارضه بس؟ يعني انا دلوقتي اشجع يعني ريال مدريد في ماتشات الذهاب، في العوده لا معلش مش سكتي. العوده اللي على سانتياغو لا مش هشجعك فيها. مش عارف يعني. اعتقد بقى ان اخيرا يعني بيريز المفروض، يعني المفروض انه اكيد شايف ان سولاري مدرب كويس بس مش لريال مدريد. انا شايف كده، هو سولاري كويس مدحنا فيه كتير عشان لما كسب اتلتيكو في الواندا وكسب اكس هناك وتعادل مع برشلونه، مدحنا فيه كتير. كان دي كلها كانت ظروف خدمتنا، يمكن عشان الثلاث ماتشات كانوا بره ملعبنا. يعني هو جه ثلاث ماتشات ورا بعض، اتلتيكو في الواندا كسبهم 3-1، اياكس في يوهان كورويف كسبهم 2-1، برشلونه في الكامب نو تعادل معاهم 1-1. فده بقى ما بقاش مقياس خلاص. يعني انت لو هتجيب لي اي مدرب يكسب لي اي فرقه في ملعبها انا مش هتفاجئ منه. لا انت تجيب لي المدرب ده يلعب لي الفرقه دي على ملعبنا احنا في سانتياغو، ساعتها احكم عليه المدرب ده بيعرف يلعب ولا لا. لكن غير كده معلش يا ناس، ما مش هتحكم عليه. فبيريز كل موسم كان بيطلع له ببطوله، اللي هي مثلا دوري الابطال ومعاه كاس عالم للانديه وسوبر اوروبي، السنه اللي قبلها السوبر الاسباني على ايد برشلونه. فكان يعني كان محسس نفسه كده اللي هو ايه، انا بطلع ببطوله، اذا انا مش فاشل وفرقتي مش وحشه فمش هجيب صفقات. فاحنا السنه دي اهو ودعنا كل حاجه، دوري وكاس ودوري ابطال اوروبا. يعني احنا السنه دي قاعدين ما وراناش اي حاجه، نشوف فرقه محترمه بقى. يعني المفروض نشوف فرقه محترمه والله. يعني الواحد في غايه الاسف كده لما بيقول ان نادي بحجم ريال مدريد متوقف على لعيب زي كريستيانو رونالدو. والله العظيم كريستيانو اسطوره وتاريخ، وهو يعني وصنع تاريخ للنادي ده. وريال مدريد هو اللي صنع كريستيانو، ده ما فيهاش كلام. ريال مدريد يعني ضاف تاريخ لكريستيانو، وكريستيانو ضاف تاريخ لريال مدريد، والاثنين اتاثروا ببعض لحد دلوقتي. لا كريستيانو قادر يثبت نفسه في دوري الابطال حتى الان، ولا ريال مدريد خلاص قادر يثبت نفسه في دوري الابطال. فالاثنين اتاثروا ببعض جدا. بس كريستيانو في الاول وفي الاخر لعيب، لعيب كريستيانو في الاول وفي الاخر لعيب. يعني ايه؟ يعني اللاعب ده لو مش في يومه هطلع لعيبه وننزل لعيب تاني، لكن لو فرقه كامله مش في يومها هعمل فيها ايه؟ طب لو فرقه كامله مش في الموسم كله اعمل فيه ايه؟ خلاص. لو فرقه كامله مش في يعني مش في يومها خلاص، يبقى الموسم راح زي ما الموسم راح مننا السنه دي كده. فاتمنى ان بيريز يعني يفك الكيس بقى شويه كده. يعني هو يعني انا شايف انك تستمر في حوار انك هتجدد الملعب. ده قرار كويس جدا يا بيريز، والله العظيم لازم تجدد الملعب، عشان الملعب ده فقر، يعني فقر يعني. فجدد الملعب، صفقات محترمه، مدرب يعني نضيف شويه من جوه. يعني ايه، عايز مدرب يعني ما يكونش نفسيه من اللعيبه زي ما سولية عامل مع اسكو كده. لا مدرب يعرف يتعامل، اللعيبه تخاف منه اصلا. يعني اللعيبه كلها هتعرف ان كلنا هنا سواسيه، مفيش فرق بين فينيسيوس جونيور ولا بنزيما ولا كورتوا ولا ملوش اي لازمه ولا اي حاجه، كلنا سواسيه وان شاء الله يعني اتمنى ان الموسم الجاي ابقى بتكلم على ريال مدريد في ظروف احسن من كده. يعني اطلع اتكلم ان احنا ابطال اوروبا مره تانية، ابطال الليجا، ابطال الكوبا دي ري. يعني اتمنى ان انا الموسم الجاي ان شاء الله اطلع اتكلم عن ريال مدريد يعني ايه بصوره احسن من كده، وابقى اجيب الفيديو ده احطه في الفيديو اللي انا هتكلم فيه، اقول ان انا من الموسم اللي فات طلعت كان شكلي بقى كده ودلوقتي بقى شكلي كده. اتمنى يعني ان شاء الله. يا رب ما اكونش طولت عليكم يعني، وانا اكيد طولت يعني، بس ان شاء الله يعني ايه، يعني حلقه في السريع كده بس كده. السلام عليكم.